أفضل 10 مسلسلات أجنبية جديدة في 2024. في الفيديو ده هنتكلم عن أفضل المسلسلات الأجنبية اللي صدرت في 2024، وبما إن عدد المسلسلات كان كتير فقررنا إن احنا نعمل الجزء الأول من أفضل 10 مسلسلات أجنبية جديدة في 2024. واخترنا ليكم في القائمة دي أعمال بتتنوع ما بين الأكشن والدراما والغموض والخيال وحتى التاريخ، وكل مسلسل فيهم لقصة مميزة تستحق المشاهدة. بس في البداية برشح ليكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضو تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا بالنصر والثبات، لأن المحنة لسه مستمرة. ويلا بينا نبدأ قيمتنا. رقم واحد معانا في القايمة لأفضل المسلسلات الأجنبية الجديدة هو مسلسل فول أوت، وتقييمه على موقع اي ام دي بي هو 8.5 من 10، وتصنيفه هو أكشن ومغامرات. بتدور قصة المسلسل في المستقبل القريب بعد ما الحروب النووية قضت على كل مظاهر الحياة فوق الأرض، والبشر بيضطروا إن هم يعيشوا تحت الأرض علشان يهربوا من الإشعاع النووي والمتحولين الخطريين والعصابات اللي بتسيطر على السطح. وفي ظل الظروف الصعبة دي بتحاول مجموعة من الناجين إعادة بناء حياتهم وسط صراعات جديدة. ورقم اتنين معانا هو مسلسل شوغان، وتقييمه على موقع اي ام دي بي هو 8.6 من 10، وتصنيفه هو تاريخ ومغامرات. بتدور القصة في القرن ال17 عن البحار المغامر جون بلاكثورن، اللي بينجري في لعالم جديد بعد ما بيلاقي نفسه في اليابان، وهناك بينضم لزعيم قوي اسمه تورانجا علشان يساعده يوصل للحكم. وبيواجه صراعات سياسية وحروب بتحول حياته ومفاهيمه عن الولاء والقوة. ورقم 3 معانا هو مسلسل 3 بادي بروبلم، وتقييمه على موقع اي ام دي بي هو 7.5 من 10، وتصنيفه هو مغامرات وفانتازيا. بتحكي القصة عن أول أمة بشرية قدرت توصل للفضاء الخارجي، والتجربة دي فتحت الباب لأحداث خطيرة مع ظهور تهديدات غريبة جاية من بره الأرض، والبشر بيحاولوا يحموا كوكبهم من الخطر المحتمل. ورقم 4 معانا هو مسلسل ذا جنتلمان، وتقييمه على موقع اي ام دي بي هو 8 من 10، وتصنيفه هو جريمة وأكشن. بتدور القصة حوالين إيدي هالستيد، الشاب اللي بيورث تركة ضخمة من أبوه، ولكن التركة دي بتكشف عن صراعات مخفية مع إمبراطوريات تجار المخدرات، وإيدي بيلاقي نفسه مضطر يواجههم عشان يحافظ على ورثه وعلى حياته كمان. ورقم 5 معانا هو مسلسل افاتار ذا لاست اير بندر، وتقييمه على موقع اي ام دي بي هو 7.2 من 10، وتصنيف المسلسل هو فانتازيا ومغامرات. وبتحكي القصة عن الطفل أنج اللي بيكتشف إن هو المختار لإنقاذ العالم بمساعدة أصدقائه، وبيحاول يوقف أمة النار اللي بتفرض سيطرتها على الأمم التانية بالقوة والطغيان. وفي رحلته بيتعلم معاني الشجاعة والمسؤولية، وبيواجه تحديات بتحدد مصير الكوكب. ورقم 6 معانا هو مسلسل بريزيمد إنيسنت، وتقييمه على موقع اي ام دي بي هو 7.7 من 10، وتصنيفه هو جريمة وغموض. بتبدأ القصة لما جريمة قتل بشعة بتهز مكتب المدعي العام في شيكاغو، والشكوك كلها بتتجه حوالين أحد العاملين هناك كمتهم رئيسي. ومع تطور الأحداث بينكشف لينا أسرار غامضة بتقلب القضية رأسا على عقب. ورقم 7 معانا هو مسلسل دارك ماتر، وتقييمه على موقع اي ام دي بي هو 7.7 من 10، وتصنيفه هو خيال علمي. بتحكي القصة عن رجل بيلاقي نفسه في عالم موازي ونسخة تانية من حياته، وبيقرر يستغل الفرصة دي علشان يصلح أخطاء الماضي ويحاول إن هو يرجع لعيلته اللي خسرها بسبب قراراته الغلط.
ورقم 8 معانا هو مسلسل مستر أند ميسيس سميث، وتقييمه على موقع IMDb هو 7/10، وتصنيف المسلسل هو كوميديا وأكشن. بيدور القصة حوالين رجل وامرأة شغالين في وكالة تجسس، بيتم الاتفاق ما بينهم على جواز مدبر عشان يحصلوا على هويات جديدة وثروة ضخمة، ولكن الخطة بتاخدهم لمغامرات مليانة مخاطر وأسرار. ورقم 9 معانا هو مسلسل شوجار، وتقييمه على موقع IMDb هو 7/4، وتصنيف المسلسل هو جريمة وغموض. بتحكي القصة عن المحقق جون شوجار، واللي بيكون مسؤول عن التحقيق في قضية اختفاء غامضة لما بتختفي أوليفيا سيجل، ودي بنت منتج هوليودي شهير، ولكن التحقيق بياخدوا العالم مليان بالألغاز والأسرار عن حياة أوليفيا المفقودة. ورقم 10 والأخير معانا في القايمة هو مسلسل كاوس، وتقييمه على موقع IMDb هو 7/4، وتصنيفه هو كوميديا وخيال. بتدور القصة حوالين كاوس، واللي بيكون رمز للقوة والسيطرة في عصر معاصر للأساطير اليونانية، والقصة بتستعرض صراعاته مع الوحوش والبشر، وإزاي قراراته بتأثر على مصير الكوكب. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو وصلتوا معايا لحد هنا أحب أشكركم جدا وأقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتزوروا موقعنا. سلام.